بيبدأ الفيلم في بداية القرن ال19. قرية هولو بلين بتمر بفترة غامضة جدا. كل سنة أهلها بيتجمعوا في آخر ليلة في أكتوبر قدام نار كبيرة وبيتخلصوا من كل حاجة مش طاهرة. المرة دي الناس جايبين فاكهة فاسدة وحشرات زراعية، لحد ما جت 2 رجالة بيجرجروا أم شابة معاها بيبي وهي بتعيط بتتوسل علشان ابنها يتعفي من الحكم ده رغم تشوهاته الجسدية، لأنه لسه مولود وما عملش حاجة وحشة في حياته. والقاضي من غير ما ياخد باله من توسلاتها أمر بتنفيذ الحكم على المتهم على طول. بعد ما شافت مصير ابنها المروع، الأم كشفت عن نفسها إن هي الساحرة بتاعة هولو بلين ولعنتهم كلهم، وقالت إن اللعنة هتتكرر كل سنة في اليوم ده بالذات. القاضي كان أول واحد هرب وهو ماسك البيبي بتاعه، وبعدها كل الناس عملت زيه، والساحرة بتردد التعويذة. حاجة بدأت تنمو من عظم ابنها لحد ما أخدت شكل عفريت، وبعدين العفريت ده طلع من النار ولبس عباية سودة علشان يلاحق ضحاياه، وبدأ بالقاضي نفسه. وبعدين بننط لقدام أكتر من قرن ونص وبنقابل عيلة نيل بيركنز. أشلي هي بنته المراهقة، أمها ماتت من كام سنة. كيت هي مراته التانية، والبيبي الصغير هو نيثن. العيلة دي مسافرة لهولو بليند علشان يقضوا كام يوم في القرية، وأشلي كمان دعت صاحبتها المقربة كامي. السبب في الرحلة دي فرصة عمل، ونيل متحمس جدا للفرصة دي علشان يبقى غني. لما وصلوا لهولو بلين وقفوا في مطعم صغير، واشلي وكامي ابتدوا يضحكوا على الكلام البسيط بتاع صاحبة المطعم واللي اسمها بي. بعد ما نيل زعق في البنات سأل عن الطريق للبيت اللي استأجره في شارع ويلو. زوج بي المأمور ميليجرين عرف نفسه وشرح لهم ازاي يوصلوا للعنوان. وبعدين نيثان حس بإحساس غريب وهو قاعد في حضن أمه، وبي كانت بتتأمل في البيبي. والمأمور علق على الفرق في السن بين الإخوات. نيل اللي دايما في مزاج كويس رد إن عيلة جديدة فرصة تانية للسعادة، بيلمح إن دي الزوجة التانية مش أم أشلي. في اللحظة دي راجل عجوز اسمه تشارلي دخل المطعم، بقى قلقان جدا لما شاف الزوار وبدأ يقول لهم يمشوا، وبيتكلم عن العفاريت واللعنات. فاكر إن النهاردة ليلة الهالوين. قال للمأمور إنه كان المفروض يحذر العيلة دي من الخطر اللي هم فيه. ميليجرين طلب من تشارلي يروح بيته وما يزعجش الناس بكلامه، وتأسف عن الزبون المزعج ده، وقال إنه دايما سكران ومش بيفهم حاجة. محدش أخد باله إنها خدت طاقية البيبي وهو قاعد في حضنها. في العربية أشلي وصاحبتها ابتدوا يتريقوا على تشارلي ويقلدوا طريقته في التنبؤ بالشر، لحد ما فجأة ظهر في الشباك وبدأ يردد التحذيرات دي بطريقة عدوانية أكتر. بعد ما خوفهم البنات ابتدوا يضحكوا ويقارنوا الموقف ده باللي بيحصل في أفلام الرعب. نيل ساق العربية على حسب تعليمات ميليجرين للبيت اللي هم هيقضوا فيه الأيام اللي جاية. من بره البيت حلو، لكن من جوه مش مريح خالص لأن الترموستات بايظة واللمبات مش شغالة. نيل قال إن كل ده سهل يتصلح، ولما أشلي حذرته إن مفيش إشارة للموبايل رد إن ده أحسن علشان يقدروا يستمتعوا بالهدوء. البنات ابتدوا يرتبوا حاجتهم في الأوضة، وأشلي شكرت صاحبتها على إنها جت معاها لأن الرحلة دي كانت هتبقى صعبة جدا من غيرها، خصوصا من غير موبايل. وقفوا كلامهم لما شافوا زائر جاي، وأشلي زعقت من الأسى لما شافت إنه أوين. حتى نيل ما عندوش صبر كبير على صاحبه المغرور ده، لكن استقبلته بامتنان لأنهم شركاء في مشروع تحديث القرية. أشلي ما كانتش تعرف عن الموضوع ده حاجة، وبدأت تعترض لما أوين مشي، وفكرت نيل بالوعد اللي وعد بيه مراته المتوفية إنه مش هيتعامل معاه مرة تانية. اتخانقوا الاتنين، وأشلي اتجرحت جدا من عدم احترامه لذكرى أمها. بكلامها الرقيق كامي اتكلمت مع أشلي وقالت لها إنها برضه وعدت أمها إنها هتاخد بالها من نيل. بمرور الوقت مزاجها ابتدى يتحسن، والأصحاب قرروا يرجعوا البيت لما لاحظوا إن الظلام بدأ ينزل. بعد كده بي كانت بتظبط طاقية نيثان وبتبكي على ابنها اللي ضاع بسبب لعنة هولو بلين. من ليلة القدر دي من أكتر من قرن ونص نفس الظاهرة الخارقة بتحصل كل سنة في المذبح الدائري في وسط القرية. دايما في الصبح يوم 31 أكتوبر حاجة شبه عباية سودة بتظهر في الهواء علشان تنفذ اللعنة. قريب من هناك راجل اسمه ديريك كان بيسوق عربيته مع مراته والبيبي بتاعهم في الكرسي الخلفي. فجأة العباية دي خبطت في الإزاز اللي قدام وكانت هتتسبب في حادثة. ديريك نزل يشوف إيه اللي حصل وشاف قماشة سودة تحت العجلة اللي قدام. الحاجة دي اختفت لوحدها لما قرب منها، وبعدين ديريك اتسحب تحت العربية. مراته كانت بتعتني بالبيبي، ولما حست بالارتجاج فتحت الباب لكنها واجهت العفريت المرعب. وفي نفس الوقت في بيت ويلو كان حد بيشوف أشلي وهو ماسك سكينة في إيده. ابتدت تصحى لما الشخص ده قرب منها، وبعدين ضحكت لما عرفت إنها بس كامي
بتعمل فيها مقلب الهالوين. وفي الفطار الاحتكاك بين كيت واشلي بقى مزعج، والبنات قرروا يركبوا عجل علشان يشتروا حاجات للبيبي لان مفيش حاجه تانية يعملوها. وفي الطريق عدوا على مأمور ميليجرين اللي كان بيحقق في اللي حصل مع ديريك وعيلته. الضابط التاني كان بيري نائب المأمور الجديد، وده اول هالوين ليه في القريه. لما شاف كرسي البيبي قال التاريخ ده بطريقه تقلق، لكن ميليجرين قفل الموضوع على طول. قال ان اهل القريه بيتعذبوا من الشائعات الغبيه دي، واخر حاجه محتاجينها هو ضابط شرطه متعصب. بيري اندهش من التوبيخ بتاعه وما جابش سيره الموضوع مره تانية. وصلوا للمتجر والبنات اندهشوا لما شافوا انه مقفول في الهالوين. 2 توأم عواجيز ظهروا على الباب لكن رفضوا يفتحوا، وقالوا للبنات يرجعوا تاني يوم. أشلي حاولت تلين قلوبهم وتقول إنهم محتاجين يشتروا حاجات لأخوهم البيبي. ده خوف التوأم أكتر، وقالوا لأشلي إنها لازم تخرج من البلد فورا. البنات لسه محتارين من التفاعل الغريب ده لحد ما 2 ولاد جوه عربية. واحد منهم عرف أشلي اسمه كايل، وكامي خبطت صاحبتها علشان تقول لها إنها سمعت عنه كتير. عرفهم على صاحبه مات اللي كان قاعد في البلد اللي جنبهم كام يوم. الولاد ابتدوا يتكلموا عن الشائعات المجنونة في المنطقة، وقالوا إن جين أخت مات عارفة التفاصيل كلها. في نفس الوقت تشارلي كان في المطعم بيحط شوية ويسكي في القهوة بتاعته. قال لبيه إنه لقى طريقة علشان ينهي لعنة هولو بلين، لكن هي زعقت فيه بسبب الموضوع ده وطردته. لما نيل وميكي وكامي وصلوا علشان يركبوا العجل، نيل كان زعلان من بنته علشان اتأخرت لأن اجتماعه على وشك يبدأ وهي المفروض تاخد بالها من أخوها. لما شاف إنها لقت أصحاب قال إنه مش عايز الأولاد دول في البيت في غيابه. بعد ما الزوجين مشوا للاجتماع البنات جهزوا نفسهم لقعدة مملة لحد ما ابتدوا يسمعوا سلسلة من الأصوات الغريبة، وهم خايفين قربوا من الباب على أطراف صوابعهم. ولما فتحوه ظهرت شخصية لابسة زعبوط على طول. كامي ضربت الغريب ده بآلة الدفاية من غير رحمة لحد ما اكتشفت انه مات طالع من مخبأه. كايل قال انهم راحوا يجيبوا لهم جين واستغلوا الفرصة علشان يشتروا بامبرز للبيبي علشان يكسبوا رضا نيل. كامي اهتمت بميت جدا واقترحت انهم يسيبوا البيبي لوحده علشان هما الاتنين يروحوا معاهم وهيراقبوا نومه عن طريق جهاز مراقبة البيبي. أشلي رفضت الفكرة الرهيبة الغريبة دي، لكن سمحت للزوار إنهم يقعدوا حتى لو في الحوش بس. في نفس الوقت كيت ونيل قابلوا أوين في المطعم وحذرهم على طول إن المطعم مقفول زي كل الأماكن التانية في هولو بلين، وقال إن الشائعات اللي مالية البلد بوظت الاستثمار في المنطقة. أوين شرح للزوجين عن لعنة الهالوين، وفي نفس الوقت جيم بتحكي لأصحابها الجداد عن أسطورة العفريت. الكل كان بيضحك في الأول، لكن لما وصلت للجزء بتاع البيبي الجو اتحول لرعب. حسب المعتقدات المحلية مفيش بيبي في أمان، أي بيبي في خطر، والخطر بيدوم لحد شروق شمس يوم 1 نوفمبر. في اللحظة دي أشلي سمعت صوت من جهاز مراقبة البيبي والشاشة ابتدت ترفرف. جريت فوق واطمنت إن أخوها كويس. دي كانت الفرصة المثالية لكايل علشان يروح ورا البنت للأوضة. لما شاف إن الخوف عدى استغل الفرصة وقرب منها، لكن كامي دعتهم إنهم يروحوا مع ميت وأخته لسوليكس اللي كانت زعلانة إنها اتسابت بره. وفي المطعم نيل اندهش من وصول ميليجرين لأنه ما يعرفش إن المأمور ده عضو في مجلس المدينة. شرح إن البلد صغيرة وكل واحد لازم يقوم بأدوار كتير، وتجاهل تلميحات أوين عن السلوك المهني. نيل فضل يسأل عن المعتقدات الغريبة. ميليجرين قال إن مفيش لعنة هناك ولا حاجة، ده نوع من الخرافات القديمة. في نفس الوقت كامي وميت كانوا بيدوروا على حطب علشان يعملوا نار هالوين، لكن اتضح إن الاتنين هيدفوا نفسهم بطريقة تانية. صوت زئير ضعيف قطع الرومانسية بتاعتهم، وريح كريهة ضربت المكان. لما شافوا حد لابس عباية سودة ميت فكر إنه كايل وبيعمل مقلب، ومعرفش إنه غلطان إلا لما قرب منه. كامي شافت الهجوم وجريت وهي بتصرخ. أشلي سمعتها من جوه البيت، لكن الأصحاب طمنوها إن ده بس مقلب. جين كانت متأكدة من كده وخرجت من البيت وهي بتصرخ كمان زي ما يكونوا بيتسابقوا في الخوف. كامي تاهت في الغابة وهي بتحاول تهرب من العفريت. المأمور قال لنيل إن اقتراحاته اترفضت. أوين اتفاجئ من كده، افتكر إن ميليجرين نفسه هو اللي اقترح إنه يدعو نيل المرة دي بالظبط علشان التوقعات كانت إيجابية. شرح إنه معجب بجد بالمشروعات، لكن ما قدرش يقنع حد تاني لأن أهل هولو بلين بيعارضوا التغيير جدا. جين كانت بعيدة عن البيت ومقتنعة إن ده كله لعبة لحد ما إيد مسكت في رجليها. لما شافت إنها كامي اتصدمت من حالتها وفهمت إنها مش بتمثل. وبعدين أخوها ظهر تعبان جدا وراه العفريت نفسه. حاولوا يهربوا من المفترس الشرير فالبنات انفصلوا. العفريت اختار جين الأول وكامي اتفرجت على مشهد مرعب جديد. على باب المطعم
نيل وأوين بدأوا يتخانقوا بعد ما المأمور مشي. كيت فكرت إن المأمور بيخبي حاجة، لكن وافقت جوزها لما قال إن الرفض قرار نهائي. أوين فكر إن ده بس تكتيك تفاوضي وأصر إن نيل يزود العرض، لكن نيل كان تعب من تصرفات صاحبه. دلوقتي الساعة كانت 2 الظهر لما أشلي طردت كايل من البيت خايفة إن أبوها يمسكها. طلبت منه يدور على كامي لأنها قلقانة من التأخير. صاحبتها كانت قريبة لسه بتجري من العفريت لحد ما اتكعبلت على نوع من القبور ووقعت في وسط المذبح الدائري. تحت تأثير رؤية النار ابتدت تحس باللهب على جلدها. صرخاتها وصلت لأشلي والمرة دي كانت مرعبة جدا لدرجة إن كايل ابتدى ياخد الموقف بجد. أشلي جريت علشان تساعد صاحبتها، لكن كايل عرض إنه يروح مكانها وهي ترجع تاخد بالها من البيبي. لما رجعت البيت لقت لعبة من لعب نيثان قدام الباب. جريت للأوضة واتصدمت لما شافت المهد بتاعه فاضي. البيت اتملى بضباط الشرطة في أقل من نص ساعة. كيت اتدمرت، بدأت تشك في المراهقين خصوصا إن 3 منهم كمان مختفيين. كايل اتاخد للمحطة وأشلي ابتدت تتكلم عن العفريت، واللي أزعج الأهل أكتر بعد ما الشرطة مشيت حد خبط على الباب. تشارلي كان بيتفرج من ورا الشجر لما نيل أخد الهدية، ملف عن اختفاء البيبيهات في هولو بلين. كلهم اختفوا يوم 31 أكتوبر، وكيت بكت لما اكتشفت ان مفيش حد منهم اتلاقى تاني. لما شافت الأخبار عن ابن المأمور، نيل لقى ان غريب جدا ان ميلي جرين ما تكلمش في الموضوع ده، وبعدين قرر يدور على كامي وطلب من الاتنين يقفلوا كل حاجة. بيري كان بياخد كايل للمحطة وعدوا على عفريت واقف في الطريق زي ما يكون عايز ركوبة، بس كايل هو اللي شاف اللي تحت العباية قبل ما الوحش يختفي في الهواء. وبعدين الولد استغل الفرصة دي علشان يهرب. بيري فكر ان الخاطف بيحاول يمثل دور العفريت الأسطوري وقرر يدور على الشخصية الغريبة دي اللي لابسة زعبوط. وفي نفس الوقت الريحة الكريهة وصلت لبيت ويلو، وكيت شافت العفريت واقف في الحديقة. كسر الشباك ودخل البيت وزمجر، وأشلي خايفة هربت من الشباك في الدور التاني ووقعت قدام البيت. لما اتعافت من الوقعة شافت كيت نايمة في وسط الصالة والعفريت قاعد على السقف. علشان يزيد الطين بلة اكتشفت ان العفريت عنده القدرة انه يختفي وبيظهر في اي مكان هو عاوزه. لكن املها اتجدد لما شافت العربية الجيب بتاعت كايل جاية. ركبت في العربية بسرعة، لكن العفريت ظهر قدام العربية مباشرة. لما كايل المذعور حاول يرجع، هما الاتنين اكتشفوا ان اوين وصل وعربيته قفلت الطريق عليهم. اشلي بدأت تصرخ عليه وطلبت منه يتحرك بسرعة بعربيته، لكن اوين رد بغروره المعتاد ورفض. لما العفريت ظهر وراه الشباب ابتدوا يجروا. هو افتكر انهم بيعملوا مقلب وضحك على النكتة المريضة بتاعتهم. الاتنين حاولوا يحذروه من بعيد، لكن لما لف كان الوقت فات. الاتنين بعد كده بيهربوا على رجلهم في الغابة وما ترددوش لما تشارلي ظهر وعرض عليهم يركبهم. أخدهم للمخبأ بتاعه الجميل وشرح إن العفريت مش بيهاجم البالغين من غير سبب، لكنه بيهاجمهم علشان مش قادر ياخد نيثان. العفريت بس فضل يطاردهم لما شم ريحة بيبي معاهم لسه ما أخدوش. تشارلي كشف إن الساحرة بتاعت هولو بلاند هي قريبته من عيلته، وقال إنها ندمت على اللعنة في آخر عمرها وبنت رمح علشان تهزم الوحش اللي هي صنعته بنفسها، لكنها ماتت قبل ما تعمل كده وسابت وراها السلاح والملاحظات واللي اتورثت من جيل للتاني لحد ما وصلت لتشارلي. والراجل المسكين عايش من كوباية لكوباية لأنه ما قابلش حد مستعد يساعده في مصيره. لكن أشلي قالت له إن نيثان اختفى، علشان كده قبلت التحدي مقابل مساعدته إنه يلاقي نيثان. لما خرجت من الكابينة الريحة المميزة دي كشفت عن وجود العفريت. تشارلي عاوز يجذبه بريحة نيثان اللي على هدوم أشلي، لكن كايل ما عجبوش فكرة إنها تبقى هي الطعم. هما ما عندهمش وقت يتناقشوا لأن العباية الطايرة دي هبطت على طول قدام العفريت. تشارلي حاول يضعفه بطلقات البندقية وقال للاتنين يهربوا بعربيته. لما شاف إن التانك مليان كايل فكر انهم يروحوا للبلد اللي جنبهم علشان العفريت ما يقدرش يوصل لهم، لكن اشلي زعلت من فكرة انهم يسيبوا اخوها. وبعدين افتكرت حاجة قالها تشارلي عن مكان يبدأوا فيه البحث. لما وصلوا للمطعم أشلي كسرت الباب بطوبة وهي بتتصل بأبوها وبتسيب له رسالة. كايل كان بيستكشف المكان بحذر لحد ما واجه صاحبة المكان بي اللي اعترفت ان نيثان معاها، لكنها شرحت بسرعة انها عملت بس كده علشان تحميه لأن السياح عمرهم ما بيعتقدوا إن اللي بيحصل هناك حقيقي. أظهرت ليهم حضانة جوه بيتها والاتنين جريوا للسرير بتاع البيبي، لكن أشلي لقت بس عروسة نايمة وعرفت إنهم وقعوا في فخ، وبي قفلت عليهم الحضانة. من الناحية التانية في المطعم نيل وصل مع كيت في حالة سيئة. المأمور قال إن بي كانت ممرضة لكن مجهوداتها كانت على الفاضي. نيل اتدمر إنه فقد مراته التانية وبدأ يشك في الاتنين التانيين. بعد ما أخد مسدس المأمور طلب منهم يقولوا له الحقيقة، لكن ميلي جرين شاف ان بيري وصل وراه وبدأ يضيع الوقت. خطته نجحت ونيل اضطر ينزل المسدس بتاعه. ميلي جرين كلبش نيل وقال لبيري انه بيعمل غلط لان الاتنين دول ناس وحشين
واستغل نظرية زميله المجنونة، والمأمور قال لبيري إنه كان على حق، واتهم نيل إن هو المتحمس للعفريت اللي بيخطف الأطفال. في اللحظة دي كلهم ابتدوا يسمعوا صوت عياط بيبي جاي من جوه البيت. ميلجرين فهم إن زميله بيري فهم الحقيقة، والاتنين سحبوا أسلحتهم في نفس الوقت على بعض. وأشلي وكايل اللي لسه محبوسين في الحضانة سمعوا صوت الطلقة. للأسف بيري هو اللي اتجرح، ونيل بقى هو السجين التالت. المأمور وبي بدأوا يبرروا جرايمهم. ميلجرين قال إن أي أب كان هيعمل كده. بي كمان قالت له إنه على الأقل عنده بنت تانية. وفي لحظة رحمة ميلجرين رمى مفتاح الكلبشات جوه قبل ما يقفل الباب كويس. لما نيل حرر نفسه أشلي قالت له كل حاجة عن العفريت، وبعدين الباب فجأة اتفتح وتشارلي ظهر. الشباب فرحوا إنه قدر يهرب، لكن اللي عنده يقوله كان مزعج جدا. بي ما خطفتش نيثان لنفسها، لكنها خطفته علشان تتفاوض مع العفريت وتقدم له نيثان مكان ابنها اللي العفريت خطفه من زمان. وبعدين تشارلي أخيرا شرح لهم إيه اللي بيحصل مع البيبيهات المسروقة. العفريت بيحبسهم كلهم في العالم الروحاني علشان يتغذى على أرواحهم البريئة ويفضل عايش. لما المجموعة وصلت للمذبح نيثان كان في حضن بي. المأمور أشعل نار كبيرة، والاتنين كانوا بيطلبوا العفريت اللي ما أخدش وقت علشان يظهر في الضباب. العفريت وافق على طلب بي وخلاها تشوف ابنها مرة تانية. دلوقتي هو كبير، لكن لما حاولت تلمسه ايدها مرت من خلاله. لما شافت ان ده كله كان خدعة المأمور طلب من مراته انها تيجي علشان يمشوا. في اللحظة دي تشارلي واصحابه ابتدوا الهجوم المضاد. أشلي أخدت أخوها من إيدها، ونيل ضرب الوحش. العفريت لما ضعف شوية ما أخدش باله من تشارلي وهو بيجري ناحيته بالرمح، لكنه ما قدرش يخترق جلده، وبي وقفته قبل ما يكمل. العباية اتدمرت وكشفت عن العفريت في كل بشاعته. الكائن ده مسك المأمور ومراته المرضى وقتلهم. نيل وأشلي قدروا يهربوا وكانوا قريبين من العربية لحد ما كايل طلب منهم يقفوا. كان معاه الرمح وقال إن مش صح إنهم يسيبوا ضحاياهم كده، خصوصا إن دي فرصتهم الأخيرة علشان ينهوا اللعنة. نيل وافق في الآخر وعملوا كمين في الصالة علشان العدو يجي ورا نيثان. بعد شوية الوحش خبط في الشباك الجانبي ودخل من الناحية التانية اللي كانوا متوقعينها بالظبط. نيل طلع الطفل من الأوضة لكن ما قدرش ينقذ كايل اللي وقف قدام العفريت وهو بيضربه بكل غضب وقتله. أشلي بسرعة أخدت نيثان للعربية، ولما أبوها كان بيتعرض للهجوم حطت الرمح على غطا العربية. جذبت العفريت ناحية العربية بصراخ البيبي. العفريت ساب هجومه على نيل. لما ظهر قدام العربية أشلي داست على البنزين. الرمح بعد قرن من صنعه أخيرا أدى الواجب اللي عليه ودبس الوحش في شجرة قبل ما يتسبب في تدميره بالكامل. كل اللي فضل من العفريت المرعب ده هو شوية عظم. وبعد كام يوم أشلي وأبوها دفنوا كل حاجة في المذبح الدائري واستخدموا الرمح المكسور علشان يبقى علامة على قبر العفريت المشهور سيء السمعة. ودي نهاية الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.